بتبقى عبارة عن ايه؟ يا ريت يا ريت. بس انا عارفه ان هي بره مصر. العدوان الثلاثي حاجة ثلاثية الأبعاد. انت لو كنت بتتلم، انت لو كان عندك دم، انت لو بتحس يا عم هتعرف مين مزعل مين. برنامجنا 5 ألعاب مختلفة، هنسألك ونشوفك تعرف ايه؟ اللعبة ال5 الأحداث دي تعرف عنها ايه؟ حرب 73. الحرب 73 دي أنا أعرف حرب 6 أكتوبر. 73 دي 73 مفيش حاجة اسمها 73 موصل تقريبا في مصر تقريبا. أنا مش حاسس إنها في مصر برضه. الحرب العالمية الأولى دي ولا إيه؟ عرفت الحرب اللي احنا كنا لا مش هو، انا عارفاه بس ما اعرفش كنا ضد مين. لا حرب 73 حصل حرب آسيا، حروب يعني بتحارب بعض، بتحارب بين بلد وبين بلد. سنة كام؟ سنة 2019. انفلونزا. انفلونزا الخنازير. لا دي مش عارف جت امتى بالظبط، بس دي كانت في العالم كله. انفلونزا الخنازير. يعني الخنزير جالها برد. هو في خنزير يعرف يعطس؟ يعني بنعطس حكي كده يعني. عطشو. لا معرفش، مشفتش اي خنزير قبل كده عطست خالص. انا عارفه ان الخنزير يبقى عندها برد. يعني في خنزير مثلا، خنزير في الانفلونزا. جزيرة بورسعيد. انا جايه من مزرعه تقريبا حاجه كده. مجزرة بورسعيد. مجزرة ايه؟ بورسعيد؟ ايه ايه المجزرة دي؟ مجزرة بورسعيد كانت في بلد مصر، في الموسكي. كان في جزار بتاع فراخ وخضار، بيحط خضار على عربية كده خشب أو عربية نقل، يحط فيها الخضار ويحط مثلا على الطماطم ب20 جنيه أو البصل ب25. ايه هو في كان قتل كتير ساعتها ولا ايه؟ العدوان الثالث. العدوان الثلاثي. عدوون ثلاثي. العدوان الثلاثي؟ انا اعرف العنوان. العدوان لا. العدوان الثلاثي حاجة ثلاثية الأبعاد. 3 دول الله أعلم هم مين. تحرير طابة. أنا سمعت عن الكلمة دي بس تقريبا برا مصر تقريبا، بس اللي أنا عارفة إن هي برا مصر. تحرير طابة. بتروح شارع التحرير مثلا، وطابة بتسافرها في مصر، في الصحراء عشان الجو حر. التحرير طبعا هو حرروا فيه حاجة. اللي أنا عارفه إنه تحرير ميدان التحرير، في ميدان التحرير بس. أنا برضه كنت مبسوطة، بس كنت متوترة أوي. تعالوا هتنبسطوا أوي بصراحة. ثانك يو. أنا مبسوط جدا. أشكركم جدا يا جماعة. يلا شير ولايك. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة.